هذه إذاعة إرنا. السيدات والسادة متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 7 من يوليو. كما عودناكم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار. وضمن برنامج متابعة الأسبوعي يستضيف الزميل أحمد شريف الأستاذ سليمان صديق القاضي السابق، ويتناول معه الأوضاع القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا. قبل ذلك مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، مقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الخارجية الأمريكية تؤكد مشاركة جنود صوماليين في حرب تيغراي. وزيرة الخارجية السودانية تشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة. الموت يغيب الشاعر السوداني محمد طه الجدال والناقد والكاتب الروائي عيسى الحل. كانت تلكم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ذكر موقع الصومال اليوم الإخباري أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية روبرت جوديك قال أن جنودا صوماليين تلقوا تدريبا في إريتريا شاركوا في الحرب الأخيرة في تيغراي. وجاء رد المسؤول الأمريكي على سؤال وجهته النائبة الصومالية الأصل في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر له حول ما يتردد حول مشاركة جنود صوماليين في الحرب الأخيرة. وكانت منظمات أممية قد قالت بأن جنودا صوماليين شاركوا، ولكن الحكومة الصومالية نفت نفيا قاطعا أي مشاركة لجنودها في الحرب التي خاضها الحليفين المقربين إسياس أفورقي وأبي أحمد. واتهم نواب في البرلمان الصومالي وأمهات لجنود صوماليين الرئيس الصومالي والحليف المقرب لرئيس الوزراء الإثيوبي بإرسال قوات للمشاركة في الحرب. وأشار الموقع الصومالي إلى أن إدارة إقليم بونتلاند أطلقت سراح مجموعة من الشباب الذين زعموا أنهم نقلوا إلى إريتريا وهربوا من معسكرات التجنيد بعد تعرضهم لمضايقات من قبل القوات الإريترية. توجهت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية يوم الاثنين إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي والمقرر عقدها يوم غد الخميس حول سد النهضة. وكان السودان قد طالب المجلس بعقد الجلسة للنظر في تعنت أثيوبيا في الوصول إلى اتفاق قانوني حول عمليتي الملء والتشغيل لسد النهضة، وحثها على عدم القيام بإجراءات أحادية بشأن السد. ومن المتوقع أن تقدم وزيرة الخارجية خطاب السودان في جلسة مجلس الأمن لإحاطته بموقفه ومطالبه الموضوعية وضرورة إشراك الشركاء الدوليين في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي. من ناحية أخرى، أفادت وكالات الأنباء بأن وزير الري الإثيوبي أبلغ نظيره المصري بأن الملء الثاني لبحيرة سد النهضة قد بدأ رسميا. ونقلت نفس الوكالات عن الوزير المصري قوله في تصريح إعلامي بأن الملء الثاني للسد يهدد الأمن والسلم الدوليين. غيب الموت في العاصمة القطرية الدوحة مساء يوم الأحد الماضي الشاعر السوداني الكبير محمد طه الجدال بعد معاناة مع المرض. ونعى عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني الشاعر الكبير محمد طه الجدال. وقال الدقير: ترجل الجدال عن حصان القصيدة ليلامس التراب ويشمه ثم يواصل تبشيره بالوطن الجديد، مثله يفيض عن مساحة قبره ويرشح من صمته الأبدي نثيث يقاوم اليباب. وبان الدقير أن الجدال هو الشاعر الذي انتمى لضمير شعبه واتسعت قصائده لآلامه وآماله، توقف قلبه النابض بحب السودان وناسه، لكنه سيبقى حيا بينهم بنصوصه الباذخة التي تزيده سطوعا كل ما أوقل في الغياب. وفجع الوسط السوداني صباح الاثنين أيضا برحيل الناقد والروائي السوداني عيسى الحل، والذي يمثل إنجازه السردي والنقدي معلما من معالم الثقافة السودانية الحديثة. رحم الله الراحلين الكبيرين، وألهم الله آلهم وذويهم ومحبيهم الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه إذاعة إرنا.
كانت مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تلكم نشرة الأخبار قدمتها لكم من إذاعة إيرينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الخارجية الأمريكية تؤكد مشاركة جنود صوماليين في حرب تيغراي. وزيرة الخارجية السودانية تشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة. الموت يغيب الشاعر السوداني محمد طه الجدال والناقد والروائي عيسى الحل. استمعتم فيما مضى مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام لنشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في إذاعة إيرينا الدولية من باريس. ولا نزال سيداتي سادتي نتأمل مشهد الوطن ونستضيف ذوي الاختصاص للحديث في ذكرى 30 للاستقلال. وإن كان نحن دخلنا في شهر يونيو عدى وداخلين في شهر يوليو، لكن تظل قضية الوطن وكيف يعني انحرفت المسيرة هي قضية الساعة وحديث الساعة في أي وقت. نحن رأينا في إيرينا الدولية أن برضو الجانب القانوني والجانب المؤسساتي اللي غابت في إريتريا لمدة 30 عام كان لها انعكاسات ومخاطر ومهددات على الشعب والوطن. وبالتالي نحن نشكر أخونا سليمان صديق الناشط الحقوقي ورجل القانون المعروف، وهو كاتب في نفس الوقت. فأشكرك باسم كل المستمعين مولانا سليمان صديق على قبولك للحديث في هذا المحور الهام. فبنرحب بك بكل المستمعين. هذه إذاعة إيرينا. شكرا أخي الأستاذ أحمد شريف على الاستضافة على أمواج إذاعة إيرينا الدولية. كما أحييك وأحيي كافة المستمعين وأهنئ شعبنا الباسل بمناسبة الذكرى 30 لعيد الاستقلال المجيد. جميل. وحقيقة نحن نشكرك باسم كل المستمعين. أستاذ سليمان مع رغم مشغولياته والله يلبي لنا كل ما طرقنا بابه لحديث للإذاعة وغيرها. فأشكرك باسم كل المستمعين. أستاذ سليمان، طبعا يعني أول ما يغيب القانون في أي مجتمع وفي أي مؤسسة تسود الفوضى، وإذا سادت الفوضى حدث ولا حرج وأنت سيد العارفين بذلك. ونعتقد أنه غياب القانون في دولة الهجدف كان واحدة من الأشياء المهددة للوطن. لكن هل غياب دولة القانون أو غياب القانون في حد ذاته هل تفتكر له يعني خلفية تاريخية ومنطلقات تاريخية في صلب التنظيم مولانا سليمان، قبل ما نخش في المحور كمدخل عشان نعمل لهذا المحور الهام؟ طبعا أخي أحمد شريف، كما لا يخفى عليك أنه أي دولة تقوم على أسس وأركان، أنه في من المتعارف عليه في ركن الإقليم وركن الشعب والسكان وركن السلطة السياسية، والبعض يضيف كمان الركن الرابع وهو الاعتراف، حيث تدخل الدولة في تفاعلات مع المجتمع الدولي أو مع الدول الأخرى. بالعودة إلى السلطة السياسية في بلادنا، أنت عارف هذه السلطة قائمة أو جاءت في أعقاب انتصار الثورة على قوة الاحتلال ودحرها، ومن هنا استمدت شرعيتها من هذا الانتصار. وفي الماضي لما كانت الحكومة القائمة عبارة عن جبهة، كنا نسمع عادة أنه يسعون إلى بناء دولة ديمقراطية مختلفة عن سائر الدول الإفريقية المتخلفة. وكان بعد دخولهم أيضا أسمر كنا نسمع
عبارة الازدهار الاقتصادي وجعل البلاد سنغافورة أخرى في شرق أفريقيا. كل هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح مع مرور الوقت. طبعا في الثورة لا يتصور أن تكون هناك منظمة مسلحة وديمقراطية، لأنه لا يمكن الأمور أن تسير في داخل أي جبهة تريد، لأنه العسكرية بطبيعتها أوامر وتنفيذ. لكن بعد انتصارهم كان من المتوقع أن يسلم السلطة للشعب وأن يستمدوا سلطتهم وأن يسيروا الأمور العامة نيابة عن الشعب وبتفويض منه، وهذا ما لم يحصل. فكنا نرى الدخول هذه الحكومة القائمة أو السلطة القائمة تدخل في حروب متتالية مع دول الجوار والإقليم، وده كان السعي منه إنه الهروب من الاستحقاقات القانونية أو الوطنية. طبعا كما تعلم إنه في البداية دخل مع السودان وغطى العلاقات الدبلوماسية، ثم لاحقا دخل مع تاليا دخل مع اليمن في حرب حول جزيرة حنيش، وأخيرا مع إثيوبيا بقضية مثلث بابل. ده كله كان إنه هروب من إجراء انتخابات عامة وتفعيل أو تنفيذ الدستور. كان في مسودة الدستور طبعا وكل الدكتاتوريين المعروف مع الاستبداد لا يمكن أن يؤسسوا دولة ديمقراطية، لأن في ذلك يحد من سلطتهم المطلقة ويدع رقابة على كل تصرفات أي دكتاتور، كما يقوم بمحاسبته. وأي طاغية لا يمكن أن يقبل أي حدود لسلطته أو أي سقف لأهوائه. تلك هي طبيعة الدكتاتورية، وذلك هو ديدن الطاغية أو الطغاة في كل مكان وزمان. طيب يعني وبالعودة إلى السؤال مولانا، يعني هل كان لهذه الفوضى القانونية خلفيات تاريخية حمل أن النظام بعد ما دخل أسمر 91 وتكوين دولة، هل كان لها منطلقات تاريخية، منطلقات تنظيمية حسب ملاحظاتك مولانا سليمان؟ نعم، أنا كما أسلفت أنه منبع هذه الدكتاتورية هي أساسا أي حزب أو أي حركة مسلحة لا يمكن أن تكون ديمقراطية بطبيعتها. لأنه لكن كان من المتصور بعد الانتصار أنه يسلموا الأمانة أو يسلموا السلطة للشعب، وتكون هي حكومة انتقالية، وهو لا زال اسمها حكومة انتقالية، بحيث تنقلنا من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة. نعم. وهذا ما حصل يعني. وطبعا الحروب كما أسلفت إنه دخوله في النظام في حروب مستمرة، كان الهدف منه زي ما قلنا هو التهرب من الاستحقاقات الوطنية، وكذلك التخلص من كل الناس اللي كانت تطالب بإقامة نظام حكم ديمقراطي في البلاد. فتخلص من كل الخصوم المحتملين والحقيقيين بفعل أجهزة أمنية. فهو ما لم يكون مؤسسات، وإنما أجهزة قمعية تتسم دائما بالشك المرضي، مش الشك الإرادي اللي نحن نعرفه. بس يعني في يعني شك مرضي، يعني يكون يعني زي الأجهزة الشرطة والأمن، يعني كلها تشك في أي مواطن شك مرضي بمجرد الخوف أو التوجس. لذلك تجد هذه على عكس الأجهزة في الدول المتقدمة، هناك شك إرادي، يعني الهدف منه هو التحقق
من المتهم والوقوف على الحقيقة. لكن هناك بمجرد ما يتهموك أنك أنت تكون وراء الشمس. إذن أي حركة مسلحة لا يمكن بطبيعتها أن تكون حركة ديمقراطية. نعم، شكرا لك مولانا الأستاذ سليمان صديق، الناشط الحقوقي والقانوني، وحديثك لإذاعة إيرنا الدولية في باريس. ولا زلتم سادتي مع حلقة في برنامج متابعات. ورد في حديثك مولانا أنه دستور 97، كرجل قانوني ومهتم بالجوانب القانونية والدستورية، والناس كثير يتحدثوا عن دستور 97 المختص وغير المختص، وكأنه يعني كان ممكن أو خلينا كده ناخذ شهادتك، يعني ملاحظاتك العامة حول مسودة الدستور. يعني هي مسودة كانت مجرد مسودة ولم تنزل على أرض الواقع. ملاحظاتك العامة وفي إطار مراجعاتك القانونية أستاذ سليمان، ماذا يمكن أن تضيف وتقول باعتبارك رجل قانون يعني عن دستور 97 المجمد والمدفون يعني على حد زعمه هو؟ طبعا الدستور كان عبارة عن مهزلة، لأنه طريقة وضع الدستور وطريقة تعيين اللجنة كلها كانت أمور قد لا تعجب الكثيرين. وحتى مثلا انت في المدارس يمشي يقول لك في جدل حول الدستور المفروض يكون في يعني طريقة وضعه وتعيينه كان غير مقبول لك. حتى كان عندهم خلافات في مسائل بسيطة زي الغصب، نفسهم يقول باسم الشهداء، نفسهم باسم الله، وفي كانت خلافات. وأنا أفتكر الدستور ما كان هو دستور مثالي يمكن التمسك به، لكن على الأقل يعني كان يشكل محاكاة للديمقراطية، بمعنى أنه في بعض الدول حتى لو كانوا ديكتاتوريين نجد أحزاب سياسية هيكلية، ونجد انتخابات صورية يفوز فيها الرئيس ب99%. في بلادنا ما موجود حتى مثل هذه المحاكاة، حتى لو كانت تزييف للإرادة الشعبية غير موجود. وفي حرب علنية على أي تقدم ديمقراطي. فالدستور اللي كان موضوع هو ما كان الهدف منه تطبيقه، بالعكس كان إلهاء للشعب وإلهاء لكل الناس بأنه في حيحصل تغيير. لكن كان هو هذا كان خطأ كما لاحظنا لاحقا. في بعض الناس الأطراف في النظام كان فعلا عايزين يطبق الدستور، لكن الرئيس أو السياسة ما كان جاد في تطبيق هذا الدستور، حتى ولو كان دستورا غير مثاليا أو هو غير قابل حتى للتطبيق في بعض الجوانب. لكن هل يمكن البناء عليه إذا تغيرت المشاهد؟ هل يمكن البناء عليه وتعديله وما إلى ذلك، أم أنه لا يصلح بالمرة؟ والله في تقديره هو يمكن الاستئناس به في المستقبل، لكن لا يمكن المطالبة بتطبيقه كما هو. لكن الاستئناس به لا أراه أنا عيبا، لكن أما تطبيقه أو الدعوة إليه أو كما هو المرحلة، يعني هذا الدستور تجاوزها المرحلة. احنا نحتاج إلى دستور يواكب الواقع ويتماشى مع الواقع. انت لا يمكن دستور لا يكون هناك فيه لغة رسمية في البلاد مثلا، فكل اللغات متساوية. يقول لك في الواقع هذا كلام غير حقيقي وغير دقيق وغير واقعي. أيوة. انت مثلا ناس المناطق القبائل اللي يسموهم القوميات تدرس بلهجاتها المحلية، لكن في واقع الأمر لا يمكن أن نرى هذه اللهجات
هي على قدم المساواة مع اللغة المتداولة أو المستعملة في البلاد، في مرافق الدولة. في مرافق الدولة، في أيوة الأجهزة. جميل جميل، شكرا، وضحت مولانا. طبعا يعني لترسيخ دولة الفوضى ودولة اللا قانون، المجموعة استهدفت كفاءات قانونية بشكل مباشر، وزي ما يذكر في كثير من الكتاب القانونيين والدستوريين، أنه يمكن من أبرز الانتهاكات اللي مورست أنه أن لا يكون هنالك، أن تكون المحكمة العليا غير مستقلة وتتبع لوزارة العدل، كما ذكر مولانا عبد الله خيار في واحدة من كتاباته، وأنت أيضا تشير إلى ذلك. تفتكر مولانا أنه يعني كذا دينا مشاهد لاستهداف كفاءات قانونية استهدف النظام لتثبيت دعائم دولة الفوضى واللا قانون، ولو في نطاق المحاكم في الداخل وتعيين ناس غير قانونيين وما إلى ذلك؟ هو اتخذ يعني حجم من دور القضاء بطريقتين. الطريقة الأولى هي كان النزع من هذه المحاكم الاختصاصات العامة، وأسس محكمة أخرى هي محكمة الخاصة، بعد أن شن حملة شعواء على القضاة، وهذا أدى إلى استقالة جماعية أو استقالات لعدد من الخبراء القانونيين اللي كانوا في المحاكم منذ عهد الاحتلال. وكذلك كان هناك رئيس محكمة عليا هو السيد طعامي، نعم، الذي تحدث عن أن رفض هذه المحاكم، وبالتالي تم عزله وتجميده عن العمل، وجاءوا آخرين إلى أن تم اعتقاله. نعم، تم احتجازه افتكر، ولكن موجود، ما زال موجود، لكن تم عزله عن المحكمة، عن رئاسة المحكمة العليا. فالاختصاصات أصبحت معظمها للمحكمة الخاصة. المحاكم العادية هي مجرد محاكم تبت في بعض المسائل الجنائية والمسائل العائلية، ده بعد تأسيس المحكمة الخاصة. وهذه المحكمة طبعا عارف أنت ما تتغير لا بالقانون ولا ليس لها أي قيد على اختصاصاتها، فهي تبت حتى في القضايا المحكومة أصلا في المحاكم العادية. وأصلا مولانا المحاكم الخاصة دي تنشأ تحت أي بند، وتحت أي هل في الظروف الطارئة، هل يعني مرجعيتها تعود لشنو المحاكم الخاصة لما تقول؟ هو أنا أفتكر أنه ليس لهذه المحاكم أي شرعية ولا توجد إلا في بعض الأنظمة الدكتاتورية. المحاكم الخاصة تقوم أساسا بهدف مكافأة الموالين ومعاقبة الخصوم. هي سياسية بالدرجة الأولى، حتى لو كان مجرم معروف يتم تقديمه أمام تلك المحاكم باتهامات، ثم يتم تبرئته إذا كان هو من الموالين، وإذا كان حتى إذا كان غير موالي يمكن معاقبته أشد العقوبات عبر هذه المحاكم الخاصة. لكن هذه تختلف عن المحاكم التي تنشأ بموجب القرارات الدولية، مثل محاكم خاصة في محاكمة المجرمين، والمحاكم كما كان محاكم نورنبيرغ وغيرها. فهذه تختلف. المحاكم الخاصة هذه محاكم تختص في إطار دولة معينة وفي ظل حكم معين ولا يتقيد
لا بالدستور ولا بالقانون ولا بسيادة القانون، نجد كما ذكرت لك أنه هو يتم من أجل مكافأة أو معاقبة من يرغبون في معاقبته أو مكافأة من يرغبون في مكافأته. نعم. طيب مولانا، ذكرت في معرض حديثك أنه عندما استشعر القانونيون والقضاة على وجه التحديد أن التدخلات السافرة غير القانونية لمجموعة النظام واستهدفوا، كانت هنالك استقالات جماعية كما ذكرت حضرتك. الاستقالات دي كانت تتم في أي إطار يعني؟ هل كانت استقالات شفهية ولا استقالات جماعية؟ وإذا بتذكر وقائع كده وردود الأفعال كانت تتم كيف من قبل المجموعة البوليسية الحاكمة يعني؟ والله أنا يمكن أخطأت، هو لم تكن هي استغالات جماعية، هي كانت استغالات فردية، لكن في فترة في فترة متقاربة، يعني كل واحد يقدم استغالة بشكل فردي لا يتخلى عن القضاء ويكون مثلا محاميا. وبالتالي هي جاءت كفردية لكن برضو صبت في الإطار الجماعي. أيوة، جاء بالجماعي. نعم 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 نعم. طيب حتى يعني لو قلنا مثلا في بلاد حتى في أنظمة ديكتاتورية هنالك محامين ومرافعين، حتى في ظل الاستعمار الإثيوبي كان المحامين العسكريين يدافعون ويرافعون عن الناس مسكوا بأيديهم السلاح ويعترفوا أنهم جبهة وجبهة شعبية، ومرافعات عسكرية كانت تتم يعني. لكن المحامي في إريتريا بعد 91 كان يعني كأنه هو أشبه به يعني مش عشان يرافع ويقاضي ويحامي ويدعو الاستئناف وكده، يعني كان حالتهم أشبه فكدي أدينا وصفك والحالات اللي كنت تشوفها بالنسبة للمحامين. هل كانوا يشتغلوا حتى في المرافعات العامة في القضايا الجنائية كمان العادية، خليك من السياسية؟ هل المحامي كان يعيش ويحدث إشباع في مهنته كده؟ والله هو في المحاكم الجنائية أو المحاكم العادية كان ما في إشكال كبير في ممارسة نشاطاتهم وأعمالهم، إنما هو طبعا غياب القانون في الحد ذاته أو غياب الدستور في البلاد، يعني كان وجود المحاكم منزوعة الصلاحيات، فالقضايا كانت بسيطة، وخصوصا زي ما ذكرت هي كانت في بعض مجالات القضايا المدنية والقضايا الجنائية يسموها شنو الأحوال الشخصية بالنسبة للإخوة المسيحيين. لكن مش المشكلة في المحاماة، هو غياب الدستور يعني في البلاد لثلاث عقود مستمرة، لم يكن له تداعيات على المحامين أو على القضاة فقط، بل كانت لهذا الغياب يعني نتائج مروعة أنت كما لا يخفى عليك يعني. أول هذه النتائج أو أهمها هي كانت انتهاكات لحقوق الإنسان نحن إن شاء الله مولانا سليمان إن شاء الله حنجي في المحور الثاني اللي هو التداعيات وخطورة المسألة التي عاشتها إريتريا في هنا. ولكن عطفا على لأنه نحن حننهي هذه الحلقة الأولى، وزي ما قلت إنه للمحامين ولا حتى الصحفيين، يعني على سبيل المثال في دنيا الصحافة البلد ما كان فيها حتى مراسلين، يعني أنت صحفي في البلد لا تستطيع أن تراسل أي مؤسسة إعلامية خارجية. تخيل في بلد بحاله كان عندنا مراسلين تقريبا يعني، وبعدين مرة كده برضو مراسل للبي بي سي، كان عندنا مراسل لصحيفة الحياة والشرق الأوسط فقط. يعني تخيل مراسلين في بلد بحاله، كان أعتقد برضو مراسل لصوت أمريكا، ويعني لكن بحجم بلد. فكل لأنه غياب القانون كان معطل كل أدوات العمل. أن تكون محامي لا تستطيع أن
تحامي وتعمل زي ما أنت عايز كصحفي وغير ذلك. مولانا سليمان، يعني طبعا نحن التقينا عشان نناقش محور، لكن الحديث معك كان يجرنا إلى محاور أنا حسيت أنه هي ذات أهمية وتسليط الضوء عليها. فكيف تختتم لنا هذه الحلقة مولانا، لنتحدث في الحلقة المقبلة عن غياب دولة القانون المؤسسية، انعكاساته ومخاطره ومهدداته الوطنية والشعبية. فأختم لنا الحديث في جرعة قانونية إن شاء الله. والله هو يبقى الحديث، وإن شاء الله نأمل أنه نرى بلادنا كغيرها من الدول لها دستور ولها قوانين ولها مؤسسات فاعلة ترسي أسس العدالة في البلاد، وتختفي هذه الأجهزة القمعية ونرى مؤسسات تقوم على أسس قانونية وتكون بداية لوضع البلاد على السكة الصحيحة إن شاء الله. شكرا. بارك الله فيك. شكرا لك مولانا سليمان صديق، الناشط القانوني والحقوقي، تحدث إلينا من حيث يقيم في النمسا. أشكرك جزيل الشكر، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة لنكمل ما بدأناه من حديث. وفي الختام تحياتي محدثكم أحمد شريف برفقة الزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون في الإشراف العام والهندسة الإذاعية والإخراج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك مولانا. شكرا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرة برنامجنا لهذا اليوم أقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. الخارجية الأمريكية تؤكد مشاركة جنود صوماليين في حرب تيغراي. ذكر موقع الصومال اليوم الإخباري أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية روبرت جوديك قال أن جنودا صوماليين تلقوا تدريبا في إريتريا شاركوا في الحرب الأخيرة في إقليم تيغراي. وجاء رد المسؤول الأمريكي على سؤال وجهته النائبة الصومالية الأصل في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر له حول ما يتردد حول مشاركة جنود صوماليين في الحرب الأخيرة. وأشار الموقع الصومالي كذلك إلى أن إدارة إقليم بونتلاند أطلقت سراح مجموعة من الشباب الذين زعموا أنهم نقلوا إلى إريتريا وهربوا من معسكرات التجنيد بعد تعرضهم لمضايقات من قبل القوات الإريترية. وزيرة الخارجية السودانية تشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة. توجهت السيدة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية يوم الاثنين إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي والمقرر عقدها يوم غد الخميس حول سد النهضة. وكان السودان قد طالب المجلس بعقد جلسة للنظر في تعنت إثيوبيا في الوصول إلى اتفاق قانوني حول عمليتي الملء والتشغيل لسد النهضة، وحثها على عدم القيام بإجراءات أحادية بشأن السد. من ناحية أخرى، أفادت وكالة الأنباء بأن وزير الري الإثيوبي أبلغ نظيره المصري بأن الملء الثاني لبحيرة سد النهضة قد بدأ رسميا. ونقلت نفس الوكالات عن الوزير المصري قوله في تصريح إعلامي بأن الملء الثاني للسد يهدد الأمن والسلم الدوليين. الموت يغيب الشاعر السوداني محمد طه الجدال والناقد والروائي عيسى الحلو. غيب الموت في الدوحة مساء يوم الأحد الماضي الشاعر السوداني الكبير محمد طه الجدال بعد معاناة مع المرض. وفجع الوسط السوداني كذلك صباح يوم الاثنين أيضا برحيل الناقد والروائي السوداني عيسى الحلو، والذي يمثل إنجازه السردي والنقدي معلما من معالم الثقافة السودانية الحديثة. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام وكالعادة مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج متابعات الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة إيرنا.
تقبلوا تحياتي زميلي أحمد شريف، وتقبلوا كذلك تحياتي محدثكم فتحي عثمان، وتحياتي زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.